هي في حاجات كتيره الواحد بيبقى عايز يتكلم فيها لما يكون معاك دايما جاست من زمان لما كنت بعمل برامج. ازيك يا سلمى؟ على فكره الناس تبقى كونفيوزد قوي، احنا في نص الحلقه ولا في اولها؟ الله يخليكي. طبعا انا بس عايز اتكلم دلوقتي، عايز يعني اولا ازيك تقولي الحمد لله، ردي على السؤال. طيب انا بقى عندي مشكله دايما في الحوارات مع الناس، ان بيبقى عامل تجهيز زي اي حد. انتوا عارفين اي مواطن طبيعي بيعمل بودكاست، الشعب كله بيعمل بودكاست على مستوى عالي جدا دلوقتي، وبرامج اي حد بيعمل برنامج دلوقتي عادي جدا. بس مش بتكلم على كده، بتبقى عامل استعداد جمل معينه عايز تقولها في الاول كده، وبعدين يجي الضيف يهدي لك الموضوع كله. فانا الضيفه اللي معانا النهارده شخصيه جميله جدا ومحترمه ومكافحه ومبدعه وكل حاجه، بس بدات معايا الحوار عارف اللي هو ايه، زي الاغنيه بتاعت هاي الحجار، كان ليه اغنيه زمان انكسر جوانا شيء. اول كلمه راحت قايلها قالت ايه؟ قالت طب انا لسه قدامي I will ايه I will لا قالت انا I will journal شويه. I will journal شويه. انا سمعت I will journal دي، طبعا انا جيل قديم بقرا جرايد. جورنال ايه اللي هتجيبه دلوقتي ولا ايه؟ وين هو جورنال؟ ده مش فيرب، ده المفروض ده فعل، ده ناون يعني. جورنال ده حاجه ملموسه. هو مش ترجمتها جورنال اصلا، مش ترجمه جورنال اساسا. ما انا فهمت ان هي هتكتب حاجات او كده، صح؟ يا جماعه الميلينيالز والجنزيز وكده. أيوة. طبعا انتوا الموضوع ده ما جاش الله على بالكم. يخليك. احنا بنحب ان احنا نرفلكت من جوانا، نطلع الايموشنز والثوتس بتاعتنا. فالجورنالينج دي بقى كانها دايري، عارف الدايري مذكر يعني، مش نفس مش مذكرات، مش تكتب قصصك بس تكتب يعني انا مثلا ناوي اعمل كذا، انا واحنا ما حاسس عندناش بكذا، احنا ما عندناش بقى لا مشاعر ولا اي حاجه خالص ولا معرفش. احنا ريفلكت عادي جدا. ممكن نسالها في الموضوع، هي رايها ضيفه معانا يا جماعه شخصيه من اجمل ما يمكن اعرفها من سنين طويله، مش سنين طويله قوي يعني، بس a great example ل different generation فيها قرار مختلف عن اي حد ان هي تكون شخص مستقل في عالم لا يسمح قوي بحاجات زي كده. ضيفتنا النهارده ليلى صدقي. ليلى اهلا بيكم. هاي خالد، هاي سلمى. هاي ليلى، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عندك حواديت كتيره جميله قوي وعملتي حاجات جميله جدا. وطبعا سلمى النهارده متحمسه جدا، بتقول لي ان انا بالنسبه لي ليلى كانت حاجه جميله، او اللي هي عملته كانت حاجه جميله جدا جدا. الحمد لله. It's something big. احكي لنا انت مين الاول، عملتي ايه بقى؟ انا ليلى صدقي. بدات مشروع اول كاب كيكس في مصر اللي هو نولا. ابتدى من 14 سنه، فتح في 2010. وكانت رحله طويله وجميله، والحمد لله ابتدينا في الاول ب8 موظفين، فرع صغير في الزمالك. دلوقتي احنا عندنا اكتر من 30 فرع، مصنعين، فوق ال 500 موظف. طب ثانيه نرجع اول خطوه كده. young girl، انت لسه صغنونه جدا، وانت صغيره جدا ما شاء الله. في وقتها انت لسه بقى اللي هو يعني very fresh. اي حد مكانك في وظيفه مع فاميلي مع شغل عادي whatever to be an entrepreneur وتعملي حاجه زي كده لوحدك وتطلعي بالفكره، that wasn't easy خالص يعني. there were lots of taboos انت كانك بتحاربيها وقتها بقى. بص هقول لك حاجه يا خالد، عارف ايه في جمله كده انجليزي اسمها ignorance is bliss. مش عارفه ايه ترجمتها التجاهل او ان الواحد ما يكونش عارف دي نعمه يعني لوحدها. ممكن جهل نعمه يعني، بالظبط، نعيم الجهل يعني. ايوه لما تبقى ما عندكش اي خبره. انا لسه متخرجه من الجامعه، عندي 22 سنه. لسه مش معرفش يعني دي حاجه كويسه، دي حاجه صعبه، دي حاجه سهله، انا مش عارفه. طب هنبدا نتخانق ثانيه واحده، وانا اول نقطه كده وده بيتحرق دمي كتير جدا. ولاد وبنات زي الفل. you're a great successor. you're opposing my own beliefs في قصه زي كده. دايما بنقول للولاد الاول طب اتمرمط شويه، اشتغل شويه في حته، خد منها اكسبيرينس، خد تدريب مثلا ولا وات ايفر. انت داخله زي ما تقولي عالم مجهول، تبقى فاهم يعني ايه دراسه جدوى ولا وات ايفر. فانت فعلا زي ما بنقول against the rules. ايه اللي خلاكي طب انا هعملها؟ الدافع ده جه ازاي؟ وبرضه ممكن اكمل على السؤال ده. do you think you're an exception to the rule ولا لا دي حاجه المفروض تبقى يعني عادي it's not that much of an exception؟ بصي انا عندي اقتناع ذاتي ان هو انت لو صحيتي كل يوم وعملتي المجهود اللي عليكي، في تدبير بيحصل من ربنا، ما تسالينيش هو ايه. بس الواحد المفروض يشتغل، المفروض يتواجد في الشغل، ان هو يصحى من النوم عنده كان محور حياتي هو شغلي. فانا حاجات كتير مش عارفاها بس انا موجوده، انا بحلها، انا one way or another حاضره المشكله. طب ثانيه واحده، تصحي يومها انت لسه بادئه فعلا. على فكره انت بتقولي الاجانب بيقولوه بره على التشينج ايجنتس اللي بيغيروا الدنيا كلها، يقول لك they have fire in the belly، في نار في معدته، صاحي كل يوم هعمل ايه كويس. بس انت داخله على ملعب زي ما بتقولي انا طلع في بالي فكره you were a trendsetter لان ما كانش فيه في الوقت ده
حد بيعمل حاجه you زي were كده the خالص. first one cupcakes او حاجه اللي هو مش البيستري شوبس العاديه. انت الديزرت از حاجه very niche بالنسبه للناس في مصر اللي هو ايه ده انا هجيب بس كده، وبعد كده طبعا كبرتيها. احنا كل الوقت ده انا فاكره ان ما كانش في حد نولا مش في الايفنت بتاعه. في birthday بقى saying I'm sorry، بتجيبي بقى في رمضان كنا بندخل ب 12 بدوزن. ف it was a new thing بس it made its way وعملت ترند. طيب فسؤالي بقى، انت زي ما بتقولي هصحى الصبح رايحه شغلي انا حاضره بكل ما عندي I'm present، كنت بتعملي ايه عشان تنقلي من مجرد عندي فكره ومتحمسه الى ان هي بقت بيزنس موديل؟ وقعتي في ايه؟ اتعلمتي ايه؟ عملتي ايه؟ لا كتير قوي يعني هقول لك قصه. مثلا انا بعد ما فتحت باسبوع لقيت واحد بيخبط على محل نولا، باب محل نولا، بيقول لي انت اجرتي المحل من الراجل الغلط فور اكزامبل يعني. وقعدت في سنتين في قضايا يا خبر. لا بجد والمحل اتقفل في الاخر اللي هو اول محل ليا. طيب يعني ما فكرتيش وقتها كان ممكن اعمل شويه تخطيط قبلها، شويه دراسات جدوى بص هقول لك حاجه، للاسف في عندك حاجات في السيستم برضو يعني ممكن كانت تبقى اوحش حاجه حصلت لي واحسن حاجه حصلت لي يا خالد. هقول لك ليه. لما حصل القصه دي كان ايه اللي حصل؟ ان انا كنت مأجره من صاحب العقار وانت السيستم عندك المستأجر القديم كان نظام ايجار قديم هو ليه حق الاستنفاع، بس هو كان عامل شراكه مع صاحب مع اللي عنده يا خبر يا خبر complicated story بنت لذيذه. ده زي بتاعت فيسبوك اللي اتس complicated. ايوه. طيب انا كلامك كله عاجبني جدا، بتقولي كلام كبير ما شاء الله ودخلتي في بلاوي. لسه عايز اتكلم انت ازاي صمتي في الحاجات دي، بس عايز اقف عند كلمه معينه انا هخرج بيها من الحلقه النهارده. حق الاستنفاع جبتيها منين دي يا ليلى؟ يعني ايه الاستنفاع؟ والله كل الكلام ده انا اتعلمته. يعني انا عايزه اقول لك حاجه، ده ابداع. هي اخترعته برضه، اخترعت زي ما اخترعتي موضوع نقوله ولا نتكلم عن كده. انت عندك حاجه الناس ما يعرفهاش في مجال الارت كمان لسه الفن، بس ده حته تانية. بس احنا دخلنا في موضوع على طول انا عارفه. أيوة بس لازم نقول النهارده موضوع الحلقه is very clear. it's women in business و females in business، بس كمان female success stories. صح. وليلى النهارده هتقول لنا مش سهل كل حاجه عملتيها ازاي. طب انا هرجعك خطوه تاني كده تاني معلش. انت بادئه اول يوم حتى فكره تطلعي بالبرودكت تعملي الديزاينات بتاعته كان اجمل حاجه عندك من اول لحظه. انت عندك اشكال كتيره وريسيبيز وحاجه. الكلام ده عملتيه ازاي؟ دخلتي على الانترنت ولا او الفكره يعني نفسها الاول جت منين؟ الفكره جت منين؟ في الاول انا كنت بدرس في كندا وكانت طالعه موضه قوي فكره الكب كيكس ساعتها. وكان في نيويورك في محل اسمه ماجنوليا كانت الناس بتقف عليه طوابير. وهو كان برضو المحل ده part of نيويورك تور يعني. انت لما تزور نيويورك من ضمن الحاجات ان انت تروح البيكري ده. فانا بالنسبه لي ازاي محل قدر يحقق كل النجاح ده؟ فاداني زي اللي هو نظام ايمان باللي انا بعمله جامد جدا. حلو. وان انا ممكن اكبر حاجه من فكره صغيره قوي ان هي تبقى من ضمن التور بتاع من اهم البلاد في العالم. فكان عندي ايمان ان انا دايما شايفه نولا اكبر من ما هي بكتير قوي. ولما يقولوا مثلا ان انت لما تشوف حاجه ممكن تصدقها قوي فده اداني بليف انت عندك الايمان بالحاجه بتاعتك. ما كنتيش خايفه ان الاول يعني ان بما انها حاجه اكسبيرينس في ويسترن كونتري ان لما تجيبيها في مصر الكالتشر بتاعتنا ما تمشيش معاها قوي؟ بصي هقول لك حاجه كمان. كانت ساعتها طالعه موضه قوي فكره الكب كيكس. كانت ذا رايت في الوقت الصح. يعني كمان ما كانش في حد عامل محل. احنا كنا اول محل. فكان بالظبط براند شوفي بقى الناس على فيسبوك على الستات في البيوت عاملين جروبس ان انت ممكن تشتري، بس ما كانش ممكن تاخديها في ساعتها بعديها بيومين. فكانت فكره الكب كيك ان انت تقدري تستلميها في نفس اليوم وهي برضو في نفس اللحظه ممكن تستمتعي بيها ان انت تفتحيها وتاكليها فكان في عوامل نجاح فهمناها بعد كده. بس كنت خايفه طبعا كنت خايفه عشان انا مش عارفه حاجه انا بعمل ايه، بس برضو كان عندي ايمان بالفكره الصراحه. طب سؤال انا بقى ايه ودور ريسبكت لومن بزنس كل حاجه. عيله صغير انا ابوكي مثلا انا مش عايز تخش في حاجه زي كده. لما انت بتحكي لنا على حاجات قضايا انت اكيد تعاملتي مع نوعيات عماله تحرق الدم وناس بلدي وناس مخيفه وكل حاجه. انا كأب مش عايزك تخشي في الكلام ده.
how did you handle ابوكي وامك؟ عملتي ايه معاهم؟ بص الصراحه كانوا very supportive. يعني هي كانت خناقه، مش خناقه في الاول مع بابايا. هو في الاول قال لي يا ليلى لازم تشتغلي الاول، انت ما عندكيش فريش جراد، ما عمري ما اشتغلت في مكان تاني في حياتي. لازم تشتغلي تعلمي سنه طيب في اي حته، وبعدين اتقابلت اعمل ماجستير بتاعي. فقلت له بص انا ما كنت يعني الميجر بتاعك كان ايه؟ فاينانس. اوكي طب كويس، ذاتس جود. يعني جزء مهم عشان دراسه الجدوى وغيره يعني. بس يعني ما استعملتوش في حاجه الصراحه. مش عايزه تطمنيني خالص برضه يعني ما جيتش جنبه عشان تبقى يعني كان شيفت من داي 1. يا خبر ما لحقناش. طيب عارفين مثلا عايز انزل، عارفين ايه اللعبه دي؟ لا يمكن لا الاطفال اقل من سن كذا يعملوها. فالموديل بتاعك ده نادر جدا. entrepreneur starting يعني entrepreneurs يكونوا عدوا اي حاجه الاول ما شاء الله. انت يو توك ات فيري اجريسيف يعني. الحمد لله. طيب نرجع تاني النقطه دي، انك بتشتغلي فجاه لقيتي نفسك مسؤوله بتقولي ب8 موظفين ولا غيره، يو هاف تو مانج، هتديري الناس دي. كنت بتعملي ايه بقى؟ اكيد كان في العاب، كان في تخبيط، في عملتي ايه؟ عملت حاجات كتيره قوي الصراحه. كنت ساعتها متواجده. كان ساعتها كان في مطعم لبناني مثلا، رحت قلت له تعرف حد عشان اللبنانيين شاطرين في الاداره مثلا. فجاب لي اخوه قعد شهرين وماشي. عارف حاجات كده مش شاطرين. يعني طول الوقت بتدوري لغايه ما قدرنا نبني النهارده تيم عظيم. يعني التيم اللي معانا ده تقريبا دلوقتي مدير الاوبريشنز معانا من اول يوم فتحنا نولا. يعني انت يعني بنيتي بجد. فكأنك اشتغلتي اكتر بالترايل اند ايرور، بالتجربه والخطا، وبتقفي تتعلمي. بالظبط. وده اللي يمكن سلمى كانت بتقول عليه في الاول، ريفلكت، ان انت بتقفي عند حاجه. جورنالينج. شفت جورنالينج بتاعك ده بيعمل ايه بالظبط في الموضوع ده؟ طب بسألك سؤال صعب شويه. حسيتي ان في حاجه you could have done differently looking back دلوقتي؟ differently لا يعني كملي نفس المسار. يعني حتى مش يعني كان في a lot of تعب وقلة نوم وصعوبات، بس كل ده اللي وصلني النهارده لمكان اللي انا فيه والسلام اللي انا فيه برضو. حلو. يعني انا I love this. ان انت مش على اعصابك، مش تنشند على طول، مش مشدوده، انت مستمتعه. بس بقيت ايوه يعني دلوقتي هنتكلم على السويتش. يعني دلوقتي ساعتها لا، انا ساعتها كنت لا كنت قطر يعني. لا بس تقدري دلوقتي ترجعي تقولي ليلى بدأت من 14 سنه هتقولي لها سلو داون مثلا؟ لا نفس القصه. من الحاجات اللي نجحت نولا ان احنا كنا صغيرين قوي. السرعه بتاعتنا اللي هو نظام يجي اي موسم، اي مناسبه، اي حاجه، احنا ماشيين على يعني النيدز بتاعت الزبون، الوقت فيه ايه، الموسم عامل ازاي. فالسرعه كانت يعني كنا محتاجينها عشان ننجح الصراحه. حلو. طيب عندي سؤال كوميدي، معلش رجعت سنه لورا كده. اخترتي البراند زي الاسم اول ما بدانا كان عندنا بارتنر اسمها نور، فهو نور وليلى اول حرفين من كل اسم. So it's totally personal. Yes. بس هو ادى الناس انطباع اللي هو حاجه it's something yes. I felt very flamboyant كده. نولا حسيت فيها حاجه لاتن، وحاجه فيها رقص، وحاجه فيها اكشن. لا it made an impact في الماركت for sure. Definitely. لان الناس كلها كانت it was a very يعني catchy name. برضو very prestigious. يعني لا كان أنا I really believe the part of the magic of Nola is the name. يعني برضو معرفش لو شفت فيلم ماكدونالدز لما بيقول له it's all about the name. بالظبط. كمان الفرق انا كمان عندي يعني ما شاء الله ماكدونالدز كان اسم تقيل شويه. انت الاسم بتاعك it's totally poetic، مش مقفول لاخر. الاوبننج برضه الناس اللي هي بتشتغل كتير في البراندنج والحاجات دي لما تسيب اسم البراند في الاخر حاجه مفتوحه كده اوبن، بتدي انطباع بالاريحيه، بالبراح، بالسبيس. فات واز ماشيه بسكه كويسه. انا برضه لازلت مختلف طبعا مع اللي هي عملته توتالي ما شاء الله نجاح عبقري. واعتقادي ده اللي بهدلك اكتر، انت تعبتي اكتر، كنتي على اعصابك زي القطر عشان الوقعات كتيره، فانت كل يوم داخله اللي هو انهي لغم هينفجر فين. يعني I think it wasn't easy برضه يعني. بس عارف ايه، لما بتشتغل بحب مش فارقه يعني.
حب للي انت بتعمله دي بتهون عليك اي حاجه. ان بيبقى برضو the wins بتبقى حلوه قوي، انك اللي هي مثلا زبون يقول لك كلمه حلوه، تلاقي زبون بعد سنه بيرجع يعمل عيد ميلاده تاني معاك، يجي فرحه ويجي انت اول مكان وتشاركوا اللحظه. كان في لحظات كتيره حلوه قوي، ان هي التورت والكاب كيكس والحاجات دي دايما بتحتفل بمناسبات حلوه. كل ذكرى حلوه في حياتك بيبقى فيها تورته حلو. فدايما نولا كانت جزء من اللحظه الحلوه الجميله. فكان على قد ما ان اللي انت بتمر بيه صعب، اللي قصاده حلوه قوي، بيزقك لقدام كل شويه. طيب انت بقى بعد الكلام ده كله حته تانية بقى، that's a macho thing، انا لازم اقول كده بصراحه، بنيتي حاجه اسطوريه، نجاح كبير، فروع ومصانع وحاجات، بعدين قررتي في لحظه ما كده thank you very much شكرا، تخليتي عن هذه مفاجاه. ازاي بقى؟ not lots of people know this على فكره، انت لغايه دلوقتي لينك دايما مع الناس بفكره نولا، عملتي ايه بقى؟ ايه اللي حصل في دماغك بقى؟ هقول لك حاجه، بعد 10 سنين حسيت ان انا كليلى ليا في او جوايا حاجات اكتر من نولا. يعني انا بقيت الناس اللي هو كل سنه كريسماس، الفالنتاينز، رمضان، حسيت ان انا حواري مع نفسي ومع الاخرين محتاج يتغير. يعني الحوار اليومي بتاعي حسيت ان انا عندي جوايا حاجات اكتر من كده، يعني وفي ورايا تيم قوي 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 الحمد لله يقدر يشيل. انت عملتي البيز خلاص. لا واخويا كمان ما شاء الله عليه، ان انا يبقى عندي السبورت والسند بتاعه، ان احنا الاثنين اللي خلقنا نولا مع بعض. فعلا مش ما اقدرش اقول ان سهل عليا الموضوع، ان انا اقدر اسيب نولا. اخدني 2 سنين ان انا اقدر اعمل الكات ده، وفي نفس الوقت كان عندي احساس بالخجل ان انا بسيب البيزنس بتاعي ومش عارفه اقول ايه للناس، مع انه ناجح. انت مش بتسيبيه عشان يعني حاجه وحشه، بس اكني كانه it became part of your own identity بقى. خايفه تبقي disappointing them مثلا، او ازاي عارفه ايه البراند ده بتاع من الناس كانت involved فيه كمان. هم ليهم حته في البراند، فاكني مش بغزلهم، بس اكني انا مديونه لهم. عايز تفضلي معاهم في الرحله يعني، عشان هم ادوكي برضو في الرحله يعني، او عارفه اكن حد له عندي حاجه. حلو. طيب انت واضح طبعا ان انت دايما عندك السيلف سول سيرش ده، ودايما بتبصي ريفلكتنج على ثينجز، جورنالينج اللي احنا فاهمينه كلنا طبعا، بس بارت اوف ذا ستوري دايما عايز تعملي حاجه جديده، عندك طاقه اكتر. رحتي فين؟ عملتي ايه؟ فكرتي ازاي بعد كده؟ بص، قعدت بقى 2 سنين دخلت في حفره كده، ان انا ربطت الانتاجيه بتاعتي بقيمتي بنفسي. فلما سبت نولا ومش بصحى، يعني كنت بصحى الساعه 4 الصبح اعمل انا الجورنالينج بتاعي حاجه مهمه قوي. اصحى اقعد اكتب يبقى ليا الوقت بتاعي قبل ما ابقى في الشغل الساعه 7 الصبح. بقى فاضي سمها، بقى فاضي، بقيت صاحيه. تليفوني ما عنديش 50,000 مكالمة في الدقيقة، ما عنديش 50,000 حد بقابله في اليوم. يعني احنا كمان، انا مكتبي كان في المصنع، كل يوم بشوفي كل حاجة، بشوف كل حاجة، حياة كاملة. ان انا اخلق حياة جديدة من اول وجديد، وانا ما اعرفش حياة غير دي خلاص. بس يعني انت عشان عندك ما شاء الله عليكي the way you started نولا كله على بعضه، انت مغامره بطبعك، انت بتخشي في المجهول يعني. بس بقى دخلت في مجهول الفضيان. did you doubt yourself في المرحله دي؟ شكيتي في نفسك بقى؟ شكيت في نفسي. هقول لك حاجه، في صوت كده جوايا اخر مثلا بعد 8 سنين اللي هم قبل ما اسيب، يعني قعدت 2 سنين كده، كفايه كفايه خلاص saturation بقى، لازم نعمل حاجه جديده. الشغف والحب للي انا بعمله
حماس اللي انا كنت بصحى بيه. انا كنت بصحى كل يوم انا هقطع الدنيا يعني ما بقاش موجود. ايه الصعوبات اللي هتبقى قدامي اللي انا هسيطر عليها النهارده هو ده يعني يا اهلا بالمعارك يعني وهننتصر موت يعني يعني ما عنديش شك. وبعدين مره واحده مش قادره. هو لا انا مش كل يوم هصحى انتصر يعني. طيب. لا يعني دي حته ثانيه مهمه جدا عشان كتير جدا الاولاد. انا واحد من الناس مقتنع جدا بالشغف في كل حاجه، بس الدنيا بعض الاوقات بتقول لك في اوقات forget about the passion، عايز اطلع قماش، عايز اكل عيش يعني. فانت برضو انت you're very true to your passion and your values. انت دايما عايز تكون بعمل حاجه بقلب وهتنتحري فيها بعد كده. انا ما عنديش اعتراض على كده، بدل انا فعلا اقتنعت بحاجه بس هديها كل ما عندي بقى، قلبي وعقلي ومجهودي اطلع منها قماش برضو. رحتي فين بعد نولا؟ عملتي ايه؟ بص قعدت بعد كده كانت رحله يعني رحله طويله في اكتشاف الذات لنفسي. ان زي ما قلت لك كان عندي مشكله كبيره قوي في الانتاجيه بتاعتي، وبعدين لقيت نفسي طيب ببتدي بيزنسز جديده بجربها وانا قلبي مش فيها خالص، مش مفتوح لها يعني. واللي هو اجرب ادخل مشروع واطلع منه، ادخل مشروع واطلع منه، وحاسه ان انا لازم ابقى في مشروع. وانا بعمل ده لقيت نفسي ابتديت ارسم علشان دي حاجه بتسعدني يعني او اجربها. ولقيت ان انا في اللحظه دي الفتره الوحيده اللي انا دماغي بتقف فيها خالص. يعني اللي هو مش حاسه باي ضغوطات في الحياه، وفعلا داخله في العالم بتاعي. It was your escape in a way. مش escape على قد actually it was the only time I was رجعت ابقى موجوده موجوده تاني. It was the عكس escape. يعني البيزنسز التانية اللي كنت بفتحها escape ان انا ادور على ده، لا انا موجوده، انا حاضره بكلي. فانت معنى كده ان انت دلوقتي your life is الرسم. يا سلام. فولي. وكنت بتعرفي ولا اتعلمتي برضه؟ لا لا اتعلمت كل حاجه من اول يعني. انا عمري ما رسمت في حياتي ثانيه واحده يعني انت النهارده انا هربط كلمه لسه قايلاها، شخصيتي بانتاجيتي. انت عندك انتاجيه في مجال الرسم؟ يعني كل يوم انا في المرسم بتاعي خلاص، وكل المرسم كمان كل حياتي المرسم بتاعي، وبتطلعي لوح وكلام ده. عملتي اي معرض ولا هقول لك حاجه يا خالد. ايه اللي حصل؟ ان انا اول ما ابتديت ارسم ابتديت اروح كلاسز وابقى مبسوطه وكده. وبعدين في اكتوبر لقيت اخويا جاي بيقول لي يا ليلى انا لسه راجع من معرض بتاع واحده صاحبتنا وهي كانت ابتدت رسم من سنه. ولما رحت it was amazing يعني كان حلوه قوي والالوان حلوه قوي وهي باعت كل اللوح. واول ما سمعت كده في حاجه جوايا قلت ايه ده، انا نفسي في ده، هو ده حقيقي. وهو برضه في تشالنج اللي انت بتحبيه اللي هو فيها productivity وفيها مش هقول competitiveness بس هي كده يعني بالظبط. لا وعارف ايه زي ما قلت لك ماجنوليا، ان انا لما شفت حاجه امنت بيها. فلما اخويا جه وقال لي دي ابتدت رسم بقى لها سنه وعارضه من اهم المعارض كان في الزمالك وعملت مجموعه من اجمل ما يكون وقدرت انها تبيع كل اللي عملته، حسيت ايه ده، انا اقدر اعمل كده كمان وانا عايزه اعمل كده انا كمان. فبداتي بقى وبدات وبعدين ساعتها بالصدفه ابتديت انزل ماي بوستس اونلاين، وكنت حتى مكسوفه وانا بنزلها في الاول. لقيت حد متابع رحلتي مع نولا بعت لي مسج جميله من امريكا بيقول لي انا متابع رحلتك مع نولا وحابب قوي اقول لك ان انت هتنجحي في الرسم ده واحب ان انا اشتري منك لوحه قبل ما تتشهري قوي وكده. كانت اول لوحه ابيعها في حياتي. فقلت له حاضر وبتاع وجه واخدها وسافر بيها وخلاص. فبعدين بعت له مسج في ابريل قلت له هاي ايه اللي حصل في اللوحه، اخدتها امريكا علقتها ايه الحكايه؟ قال لي لا سبتها في مصر اهلي حبوها جدا. بس انا عايزه اقول لك حاجه، فعلا لما اخدت اللوحه حاسس ان انت اسعدتينا كلنا. فانا حابب ان احنا نعمل معرض في امريكا وان انا اشتري منك سبحان الله اشتري منك 20 لوحه ونعرضهم
للكوميونتي العرب كوميونتي ندخل فكره الاكل مع اللغه ونعمل زي فكره الكنافه والبسبوسه ونجمع قصتك مع نولا مع قصه الارض. وفعلا المشروع ده اخدني 2 واشترى مني في الاخر 25 لوحه. واول معرض ليا كان في امريكا يعني. بس ممكن اطمن على حاجه، انت بعتي حد غير الراجل ده ولا ايه؟ بس طب بس عايزه اسال سؤال برضو يعني ممكن يبقى سنسيتيف شويه يعني if it's okay. كنت حاسه بخوف شويه من الفاينانشالز برضو لان انت بتدروب حاجه سبورتيف قوي دخل بتاع نولا حاجه بتاع نولا. هقول لك حاجه، ان الواحد يبقى فنان ده حاجه صعبه جدا طبعا وحاجه مش سهله. بس برضو هقول لك حاجه، يعني انا قصتي ان انا عملت نولا في الاول قدرت تساعدني ان انا اقدر اعيش حلم الفن اللي انا عايشاه. ارتستيك برضو بالظبط. ان هو نولا عامل لي سبورت لحياتي اللي انا عايشاها دلوقتي. فانا عندي دخل يقدر يساعدني اقدر اعيش حلو از شير هولدر بقى، يعني مش بتشتغلي حلم بتاع نولا بتاع الفن. وفي نفس الوقت انا مديه الفن حقه زي ما اديت نولا حقه. يعني انا كل يوم في مرسمي كل يوم بصحى برضو، يعني بصحى من الفجر بحب اعمل ماي جيرني. you're living your dream، انت عايشه حياتك دلوقتي. انا I love this، دي حاجه جميله جدا يعني جدا جدا. يعني وهقول لك حاجه، when I was doing نولا I was living my dream. حلو it was deep بالظبط. انا بحب، انا اللي عاجبني فيكي بجد اجمل حاجه فيكي يا ليلى ان انت كل حاجه انت حاطه شغفك بس بشكل مش هقول يعني منظم، بس بشكل واقعي عايز تطلع منه قماش. لا she brings it to life. brings it I love this فعلا بتخليه حياه كامله. طب عايزين نتكلم بقى على حته ثانيه بقى حساسه جدا جنب الكلام ده كله. واحنا بنتكلم كتير مع البنات والستات بيحبوا يدلعوا نفسهم، وسامتايمز انا عارفك، انا عارف ليلى ان بيرسون، هي كمان شخصيه اليجنت راقيه جدا، تحبي تدلعي نفسك بحاجات اوقات كتيره جدا تبقى غاليه مش حاجات صغيره. بنتكلم على حاجات سامتايمز عارفين الجيرلز بيست فريند بيبقى ايه؟ دايموند عارفه على طول دايموند على طول. حاجات اللي هي مش هتبقى بتشتريها كل يوم بقرشين في مكان ما. وانت عندك التزاماتك لما كنتي في نولا كانت تقيله جدا. انت عارفه المصارين بتاعت العمليه، المصروفات كلها وكل حاجه. تعملي ايه؟ عمرك كنت حاسه ان ده حاجه تشالنجينج ان انت نفسك في حاجه بره السيستم بتكلفه عاليه او بصوا لازم الواحد يدلع نفسه فور شور. لازم يدلع نفسه ويتبسط بالحياه، وفي نفس الوقت يبقى عارف اولوياته في الحياه. حلو. يعني دي حاجه مهمه جدا. حلو. بس برضو ان انت تستمتع بالحياه دي حاجه مهمه. I think so. انا شايف حتى لو كلفت، انا بفتكر نفسي في بعض الاوقات. انا فاكر في سنه من السنين كنت لسه صغنونه جدا، كنت سايب شركه كان ليا عندهم فلوس كتيره جدا كلوها عليا، ودخلنا في قضايا مفيش في جيبي مليم. انا فاكر وقتها it was something big. جبت اكبر سيستم ساوند سيستم، كانوا حاجه رهيبه، تاخد اوضه بحالها كبيره جدا. واي كان بليف كان ايامها بقى عشان تعمل حاجه زي كده كانت معقده جدا. ان مفيش حاجه اسمها بقى تقسيط، مفيش حاجه اسمها فلوس تطلع لك من حته ما. اقصى حاجه كانت الجمعيه، وانا عمري ما فهمت الجمعيه بتشتغل ازاي. يعني عارف انا حاسه دلوقتي تولز موجوده I think it's better دلوقتي، لان انت يعني حتى اللي انت بتكلمي فيه you want to live a very luxurious lifestyle at the same time you're building your business at the same time انت بتحط الكاش فلو واولوياتك زي ما بتقول. بس انا عايزه دلوقتي my dreams to turn into a reality. بس it's something very costly لان my dreams بالظبط. يعني عارفه لما يقول لك you have expensive taste فلو هتعمل ايه your dreams will turn فبرضو a very nice thing we have to tell people about it. لان انا نفسي when I didn't know about this product كنت حاسه يعني في حاجات لا not doable خالص. بالظبط. ف value they have a great product it's called Alter it's for very high يعني ticket items. بتكلمي على دايموند، بتكلمي على حاجه بتكلم على millions of Egyptian pounds. You can go up to whatever you want at the same time you're doing it responsibly. You have someone who's supporting you. واعتقادي عايز اقول لكم as simple as it is. الفكره ببساطتها عندي في ايه؟ على فكره I know that this is expensive. انا استمتع بيها وزي ما انت بتقولي بترفع معنوياتك حتى بتمشي. You feel happy, you feel safe, you feel elegant, you feel yourself. اعتقد هتكمل حاجه زي كده يعني. بس زي ما تقولي دايما responsible، ومش لازم تكون الست هي اللي تجيبها صح؟ الرجاله ممكن يجيبوا حاجات غاليه. لا بس ده انت دلوقتي داخل انت تجيب لنفسك يعني. ايوه انا فاهم يعني، عشان بس اوضح مش الراجل هو اللي يدفعها في الاخر.
عشان انا دايما بخش في الحته دي اللي هي دايما الرجاله هي بتتحمل. هو فاليو انقذ الموقف في الحته حلل المشكله الراجل او ست يعني مش لازم يعني. that's a great story. ليلى I'm very proud of you على فكره ما شاء الله. you're doing it in a different way. انا هختلف كالعاده طبعا مش عشان حاجه، بس انا ايام عملت حاجات مجنونه في حياتي، وعملت برايفت بزنس زمان اوت اوف نو وير كده، واتخبطت وتعورت ورجعت عملتها تاني مره عملتها بعد كده. لا يعني فيري ويل بلاند واورجنايز، ما انكرش كانت اسهل لي بكتير يعني. في زمن تاني، بس الاولانيه كان ليها الجوي بتاعها والمتعه بتاعت لذه المغامره. يفوز باللذه كل مغامر. It's very important. You're a different model. I think it needs a certain personality بleadership ببليف جامد نازله كل يوم. ما اعتقدش في يوم انت نزلتي مش مشحونه من جوه 100% انا هقدر اعملها. اعتقد you were always كده اللي هو يعني. بص لا اكيد في دايز فيها الابس والداونز، وحتى في الارت بيجي لي ماي ابس اند داونز وطول الوقت. بس برضو هقول لك حاجه، عارف لما بعمل ماي جورنالينج الصبح بشوف ماي سيلف داوتس فين، فانا بعرف اقول لنفسي لا I'll handle this. انا شايفه دي وهقول لنفسي الفكره دي غلط، هبقى شايفه الفكره ايه هي. انا اقوى من الفكره دي. خلاص وده هدف الجورنالينج. ما جاي جوز بوينت الحلقه كلها بقى جورنالينج دلوقتي. انا فهمت الكلمه خلاص. وتشوفها وتري اسست وتغيرها. احنا عندنا ايامنا كان اسمها احنا نعمل حلقه عن الجورنالينج. شكرا يا ليلى. التامل الشحتفه في حاجات كتير ممكن اقولها على فكره. الشحتفه كان اي انا عندي بقى اقتراح الاغنيه. لان انا كنت هقول حاجه في الاغنيه وكتاب كنت هقول حاجه بس يعني ادتني انسبيريشن مختلف. كايروكي طبعا ما بين الجنريشنز كلنا بنحبهم. وفي اغنيه probably know it انا نجم. بس هو انا عايزانا نكسر اللي هو بيقول انا نجم بس ما فيش سما، عندك جناحات بس ما فيش هوا. فانت لازم لا you will find السما بتاعتك بقى. you will find where you want to fly. there's never حته ايه و at the same time برضو يعني اي product انت عايزه هاته بس responsibility زي ما قلنا is very very important. I think الاولاد بتكمل بعض على فكره مهما كانت الواحد هو مزنوق جدا. وايامها كنت سايب الشركه والظروف صعبه I want to enjoy المده اللي جايه. وعلى فكره كنت بقعد اسمع الساوند سيستم ده ومدلع نفسي في نفس الوقت عمال بشتغل في حاجات وبفتح طرق تانية and so on. انا اند بالكتاب مختلف جدا المره دي وحاجه جميله جدا اتمنى الناس تقراها. في كاتب فرنسي عبقري اسمه فيكتور هيجو كان عنده كتاب جميل قوي اسمه الرجل الضاحك. الرجل الضاحك ده قصه جميله قوي عن واحد زمان كان عندهم برضو زي ما عندنا لغايه دلوقتي انتوا عارفين قصه سيئه جدا بتاعت الناس اللي هم بتوع التسول وكلام من ده، وساعات بيعملوا لهم معاها مقصود عشان يشحتوا بيها ولا whatever. فده كان بيزنس كبير جدا في باريس في وقت ما من سنين طويله ان هو بيشوهوا الاطفال بشكل معين عشان يشحتوا بيهم. فكان التشويه اللي اتعمل للولد ده ان هو مهما حصل وشه بيبقى ضاحك. فلما يكون متضايق جدا جدا وبيبكي فعليا بيبكي بكل ما عنده بتبان كانها ضحكه رهيبه. زي الجوكر شويه باتمان حاجه زي يعني لا بس هي كانت مرعبه لانه يا عيني بقى بيستخدموه في شو بيتعمل وبيلفوا بيه على القرى ويضحك وهو من جوه انسان جامد يعني من ارقى واجمل ما يمكن. لغايه لما واحده اللي حبته سبحان الله وحست بيه جدا كانت واحده عاميه فهي ما كانتش شايفه فهي شافت الانسان اللي جواه. وده سنادر مسج احنا بيفرق معانا قوي قوي المنظر الخارجي في حاجات كتيره جدا بس هو خادع. وعلى فكره نفس القصه الولاد الصغيرين بيبقى ساعات هو مبتسم قدامك بس هو من جوه بيغلي صح. هو على اعصابه واحنا فاكرين ده بيستهزئ بيا ولا whatever بس هو فعليا من جوه على اعصابه وانا هموت من اللي انا سامعه ده. تمام they don't know how to reflect يعني they can journal for sure. بس انا مش هتكلم في ده خلاص. ليلى last piece of advice to Gen Z, millennials, Gen Alpha, what would you say in one sentence? In one sentence يعني never take no for an answer. الله you're a real fighter. انا عارفك طبعا ما تهزرش خالص. طيب ليلى صدقي نورتينا. great time with you, great value for lots of people. واجمل حاجه دايما في تجاربنا وعلى فكره لما انا بقول حاجات وسنه بتقول حاجات وليلى قالت لنا حاجات جميله جدا النهارده. it's not a must. هو كل واحد ليه الاسطوره بتاعته your own legend your own story بس تاخد منها كل اللي يفيدك بجد وتكمل عليه ان شاء الله. نورتينا. thank you very much. thank you. اشوفكم دايما على خير ان شاء الله. thank you يا جماعه انتوا سمعتونا لاخر الحلقه. احنا على انغامي موجودين على ابل بودكاست موجودين على سبوتيفاي على ديزر على امازون ميوزك وطبعا هتلاقونا على السوشيال ميديا على انستغرام وعلى تيك توك وعلى فيسبوك وكمان through البلاتفورمز بتاعت فاليو. كالعاده في نهايه كل حلقه هتلاقوا سؤال الحلقه هو مكتوب قدامكم دلوقتي بالاجابات بتاعته. احنا في انتظار اجابات كلها ان شاء الله. هتلاقوها على كل المواقع الخاصه بالبودكاست انا وبابايا باتل فيلد او كمان على الاكونتس بتاعتي انا كخالد حبيب على لينكد ان وكمان على الفيسبوك.
اكتر اجابه منطقيه ان شاء الله هيكون ليها جايزه خاصه وجميله جدا من فاليو. اكتبوا اجاباتكم على طول دلوقتي وابعتوها لنا على طول دلوقتي، هنلاقيها على الويب سايتس بتاعتنا كلها، وان شاء الله تكون كسبان معانا مع فاليو ان شاء الله.